يبدي الفيلم بشخص اسمه بارك يعتبر من أشهر الممثلين بكوريا. الرجال عايش حياته بالطول والعرض، وكل يوم تقريبا يواعد بنية شكل، وما عنده أي نية يتزوج أو يستقر بحياته. همه الوحيد هو الشهرة والفلوس والعيش الراقي. بس الغريب رغم كل هاي النعمة الرجال ما يعرف ينام بالليل، كل يوم لازم ياخذ علاج حتى يقدر ينام. أما بالنسبة لأمه فقاضيتها دياحة من دولة لدولة بفلوس ابنها بارك، وهذا مدير أعماله جيلون، وهو وبارك أصدقاء من أيام الطفولة. وهذا جيلون هم كان حلمه إنه يصير ممثل، بس هو حظه خرا مو مثل حظ بارك، فاضطر يصير مدير أعمال بارك. بعد فترة يفوز بارك بجائزة أفضل ممثل، ويطلع على المسرح ويقول أني تعبت هواي حتى أوصل لهذا المكان، وضحيت بهواي أشياء بحياتي من أجل هاي اللحظة، وإلى الآن أنا قاعد أحاول إنه أتعلم أشياء أكثر وأشياء جديدة. وما جاب طاري صديقة بالموضوع نهائيا. بنفس الوقت نتعرف على البطلة سوميت، وهي قاعدة تتفرج على حفل الجوائز بالتلفزيون. طبعا هاي حبيبة بارك السابقة، قبل 10 سنوات كانوا يحبون بعض بس انفصلوا، وبعدها سافرت إلى نيويورك، واليوم نشوفها راجعة لكوريا. بارك يرجع للبيت وهو شايل جائزته، وجيلون يقول له أنا أريد أروح أحتفل بعيد الميلاد ويا أهلي، بس بارك يجره للحانة القديمة مالتهم اللي كانوا يسكرون بيها وهم قاعدين يشربون. جيلون يقول له لو ذاك اليوم أنا اللي ناجح باختبار التمثيل كان يمكن هسه أنا اللي صرت المشهور وأنت صاير مدير أعمالي. ويقول للبارك لو أنت هم ما عايف حبيبتك سوميت قبل 10 سنين كان هسه عندكم بيت وأطفال وعايشين أحلى عيشة. ويزيدها عليه أكثر ويقول له ترى سوميت رجعت اليوم. بارك أول ما يسمع اسمها يرجع يتذكر شلون ضحى بيها حتى يركز على التمثيل، وهي من القهر سافرت لأمريكا. المهم بعد ما يخلصون شرب جيلون ركبه بتاكسي ويروح لبيته، والسائق أول ما يشوفه يفرح لأن بارك نجم كلش مشهور بكوريا. يقول له سيدي أنت عندك فلوس وشهرة وكل شيء متوفر لك بالحياة، أكيد حياتك كلها سعادة مو طبيعية. بس بارك يضحك بمرارة ويقول له لا والله أنا حتى النوم ما أعرف أنام بدون علاج. هنا السائق يقول له كلام غريب، إذا حياتك تغيرت فجأة فاعتبرها هدية عيد الميلاد مني. بارك يباوع عليه ويعتبره يحكي خرابيط، يعني ما دار له بال. بس ثاني يوم يفز من النوم ويلقى نفسه نايم ببيت ما يعرفه أصلا، وفجأة طفلين يركضون عليه ويصيحوا له بابا بابا يلا قوم خرب ابليسك. وهنا بارك يبقى مصدوم ويقول بينه وبين نفسه شنو السالفة، منو هذول الأطفال؟ المهم أول ما يطلع من البيت يركض بسرعة حتى يشوف سيارة الروز رايز، بس ينصدم لأن السيارة ما موجودة وبدالها سيارة قديمة تعبانة مذهب مباقي براسها. يقعد يباوع بالمفتاح ويجربه وفعلا يفتح هاي السيارة الخردة، يركبها بس هو بعد ما مستوعب ايش قاعد يصير، ويقرر يروح لشقته الفخمة. يوصل هناك ويحاول يفتح الباب بالباسورد بس ما يشتغل، يعيده مرة مرتين 10 ماكو فايدة. وفجأة يفتح الباب واحد غريب ويقول له خير حبيب قلبي شو تريد؟ بارك يستغرب ويقول له شنو شريد؟ هاي شقتي حبيبي. فيدفع الرجال ويفوت للبيت. الرجال يبقى مصدوم وزوجته هم تنصدم أكثر، وخلال ثواني يوصل الأمن ويحاصرون بارك.